الزمالك بيخسر وديه من بروكسي 3-1. نعمل لك ايه تاني يا زمالك عشان تكسب؟ ارحمنا، ده احنا عمالين نجيب لك فرق درجه تانية. يعني ما بنودكش تونس تلعب فرق في الدوري بتاعهم ولا الكلام ده زي عمك الاهلي، واحنا بنخليك تلعب مع فرق درجه تانية وتخسر، عمال تخسر وديات وتخسر رسميات والدنيا رايحه بيك في داهيه. وعمال تجيب لي صفقات، ده جون ادوارد ده صفقاته مضروبه ولا ايه بقى؟ انا مش فاهم. هم جايبين جون ادوارد النسخه الاحتياطيه ولا ايه؟ عشان ابقى فاهم. تخسر من بروكسي. على فكره يا جدعان هقول لكم على حاجه، فريق بروكسي ده دايما بيهين الزمالك. يعني في الكاس بتاع السنه اللي قبل اللي فاتت بروكسي كان بيلاعب الزمالك في الدور التمهيدي، خلي بالك، عشان اللي كان هيكسب اللي كان هيخسر كان هيطلع قبل دور المجموعات. بروكسي ده هاني الزمالك حرفيا. الزمالك كسبه 3-2 بالعافيه وبالتحكيم، وكان في وقعات تحكيميه كارثيه عشان الزمالك يكسب. ده بروكسي. الموسم اللي فات الزمالك كسب نتيجه حلوه، ولكن بروكسي عمل شوط اول عليه عالمي. فعايز اقول لك دلوقتي في ماتش ودي بروكسي بيحط على الزمالك 3-1. 3-1 يلا، مش تعادل ولا 2-1، وده 3-1. امال الزمالك كان بيلعب بمين يا اسطى؟ بفريق 2007 ولا ايه؟ انا مش فاهم اقسم بالله. انا نفسي اعرف التشكيل، يعني التشكيله اللي كانت موجوده. يعني على الورق تكسب بروكسي ده 4-5، النهارده بتخسر من بروكسي 3-1. ويل للاقصى.